دار المرأة مو انه بس يعني شغلنا قضايا، طبعا تدريب للمرأة والرجل يعني اي شيء خاص للمرأة، يعني شغلنا احنا اكثر شيء توعية. دار المرأة تعرف النساء على قوانينهم وعلى حقوقهم اللي تحميهم. 172 قضية يعني بهالخمس سنين، يعني بهالخمس سنين هاي ما عشناهم طبيعيين. طبعا من الهجمات الاحتلال التركي، من الضغط الموجود عندنا هنا بهالمنطقة، طبعا تجينا قضيات مختلفات، قضيات يعني تعدد زوجات، زواج قاصرات، يعني نفقة، يعني يصير حالة طلاق، وحالة الطلاق يعني بهالفترة هاي كثرت لأنه من الضغط النفسي ومن الاحتلال التركي، يعني هجوم علينا، يهجم علينا شلون يعني فجأة نكون احنا وقاعدين ببيوتنا، يعني بين المرأة وبين الرجل يصير مضايقة، حالات طلاق كثير يعني زايدة. ليش؟ لأنه من الوضع المالي، من الوضع الصعب، معيشة الأطفال، يعني من الهجرة. مثلا اليوم هم يعني الناس قاعدة هي وبيوتها، يهجم يعني يصير علينا هجومات، يصير علينا ضرب. العالم صارت تتهجر مثلا على المناطق، تسكن بالمخيمات، الوضع صعب بين المرأة والرجل، يصير قلة المعيشة المادية تصير صعبة جدا، فيصير اختلاف في بيناتهم. تعرفين وخاصة بالشتاء برد، العالم وين بدها تروح يعني. فيعني هالخمس سنين هذول يعني صعبات جدا على هالمنطقة هاي. وفي يعني من زواج القاصرات، يعني مثلا عندنا قضية شوي صعبة جتنا، زلمة عنده 7 بنات، وهالسبع بنات يعني بي منهم بوحدة قاصر بده يجوزها، يقول ما عاد أقدر على معيشتهم، معيشتنا صعبة، عندي 7 بنات وين بدي أروح بيهم؟ يعني بدي أجوز قاصرات إجباري أحسن ما يصير علينا شيء هجوم شيء مرة يعني من العدو التركي، أو هذا يصير حالة اغتصاب، حالة شيء، يعني بدي أجوز بنتي قاصر أحسن ما يعني يصير علي شغله. يعني احنا هنا مهددين لاي شيء، ونحن عندنا هنا النساء اكثر شيء من يعني يتسبب العنف من طريق الرجال ومن طريق الاحتلال التركي العدو يعني. فالعالم يعني الزياده صار يعني شلون بدها تجوز اولادها. كمان من الوضع الاقتصادي، اغلب القضايا اللي اجتنا بهالخمس سنين كلياتها خلاف زوجي. خلاف زوجي طبعا بدي اوضح لكم شوي من الهجرة، من الفقر، من الوضع الاقتصادي الزايد، من الهجمات العدو التركي. الناس تتنقل هون وهون وما ظلت بمعيشة، والمرأة صار وضعها كثير صعب. يعني نحن هون بزرقان يعني وضع معدوم جدا، وخاصة للمرأة فرص عمل ما في. المرأة بدها تطلب طلبات، بدها تعيش أولادها. الزلمة بده يكون موظف لحاله بهالبيت، ما يقدر يعيش العائلة كلياتها، فيصير سبب خلاف زوجي مشان أكثر شيء مشان الوضع المادي. فخلافات الزوجية أكثر شيء يصير بوضعنا المنطقة يعني هاي مهددة دائما بالخطر. وضع الاقتصادي صعب عندنا بالمنطقة. خلافات زوجية، الخلاف الزوجي أكثر شغلة تجينا فيها السبب هالحالات هاي. أكيد لما تنحل قضية وتطلع من عندنا من دار المرأة محلولة، يعني طبعا ترتاح يعني، حتى تصير فرص تحسين لما يصير خلاف زوجي وتنحل من عندنا من دار المرأة، العالم يعني تتجه إنه يعني في شغلات تنحل، يعني العالم تفرح على هالشيء. يعني احنا نسعى اكثر شغله انه نكون يعني بالحل، نحل يعني القضايا لما نقدر نسيطر عليها نحلها. اكثر الاحيان بعد ما تنحل نروح لهم زياره، نظل متابعين معاها لحتى الوضع يستقر. مو من نفس المنطقه، يعني القضايا لما تجي من كل المناطق تتوجه عندنا لدار المرأة، احنا يعني نستقبلها، ولا تكون من ضمن زرقان او من ضمن يعني من اي مكان. حتى اذا مثلا تكون لاجئين يعني ورجعوا لهون، يعني اذا جتنا قضيه احنا نستقبلها ونتابع. في من خط النار وفي من غير خط النار. حتى احيانا مثلا تكون مره يعني تكون هون وزوجها ساكنه بالمانيا يتواصلون معنا، يعني احنا نقدر نتابع بالقضيه. صارت هيك حاله؟ صارت عده حالات يعني على التليفون نحلها. في من فترة قضية اجتنا مرة بألمانيا وزوجها جاي نازل هون تا يتجوز، وقفنا القضية
صار عندنا شيء وحدة أو قضية أو قضيتين. يعني نتابع بأي مكان يجينا، يعني نستقبله ونحاول نساعد. يعني نحن المرأة عندنا بالبيت من ضغط الأب وضغط الأخ، يعني وبنفس الوقت من ضغط المنطقة والعدو يعني التركي. المرأة ما راح تكون مرتاحة، فتنجبر أحيانا أنه تسلك غير طريق، ووضع لها يعني بده يكون صعب. فيعني نحن بحملاتنا نطلع نزور البيوت، نحاول انه نهدئ نوعيها اكثر انه يعني المرأة لازم تثبت وجودها، لازم تثبت شخصيتها، تكون مقاومة، انه تكون يعني تسعى للطريقة الصح ولو يعني في ضغوطات. بالنهاية اطلب انه يعني من كل الرجال انه يكونون ساندين المرأة، ساندين المرأة، يكون بالتفاهم، يكون بهاي، لأنه المرأة يعني لازم ما يضغطون على المرأة، يقدروا شعورها، لأنه الضغط يعني من الزلمة ومن الوضع ومن الهجمات التركية. لازم يكون مساواة بين الرجل والمرأة، ويكون يعني يقدرون المرأة بأي شكل كان، لأنه المرأة يعني مو يعني إنسانة مثلها مثل أي إنسان. مو إنه الرجل رجل والمرأة مرأة، بالعكس لازم يكون الرجل والمرأة متساويين متفاهمين. الزلمة يقدر المرأة بشكل كويس، لأنه هي المرأة بصراحة الحياة. إذا الزلمة والمرأة يعني كانوا عايشين حياة ندية، نقدر نوقف بهذه الظروف الصعبة وبوجه العدو. ونتمنى من كل الأزواج والنساء يكونوا يعني إيد واحدة، ويكونون عايشين حياة متفاهمة من أجل نقدر يعني نستمر بهالحياة هاي، لأنه إحنا حياتنا كلياتها كأنه كابوس. نتمنى أنه يعني نخلص من هالاحتلال.